الله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة في البداية نختار نتحدث للرأي العام عن واقع المعارضة. أولا هذه المعارضة الزمن مشقر لها ياسر غير ذم معطيات لين نرجعوا لها نعرفون العذر عند المعارضة. الحقيقة المعطى الأول هو نتائج انتخابات 2023، لأنه هذا النتائج اللي خلقت 2023 ما هي خالقة إنسانيا في العالم. هذا الكم من الدعم جهة واحدة اللي خلق ما يقد يعود هو معطى الإنساني العادي في اختلاف البشر حول الانتخابات، وبالتالي معناه أنه معدل تمد ما هي لكياس ولا هي إرادة المواطنين. وهون نسجلوا على أن هذه الأغلبية اللي خلقت في الفترة ما قد خلقت في تاريخ موريتانيا على سوء ممارسات الديمقراطية اللي قد خلقت فيها، وبالتالي ما هي نتيجة اقتراع ولا هي نتيجة انتخابات، وإنما نتيجة تحكم بأنظمة معلوماتية وتقنية قادرة على تغيير النتائج بطرق يصعب علينا أن نوقفوا عليها ونفسروها. وبالتالي هاي الأغلبية اللي تزيد على 85% في البرلمان ما هي نتيجة طبيعية للانتخابات، وهي اللي أدت لأن المعارضة تعود بهذا الحجم اللي تابعوا الناس. المعطى الثاني أيضا هو تغير سياسي كبير ما فات الرأي العام والصحافة ما شاركوا في تبديله، وهو تغير أيضا قيادات المعارضة. فيه جيل كان هو المعروف بالمعارضة والناس قاعد كان المعارضة اللي هو عاد في الأغلبية ما تلف المعارضة، وبالتالي عاد الناس اللي انت تدور رأي المعارضة ولا تسوي المعارضة تخلص مواقف ذوك ما تلاقوهم المعارضة، ولا يلا تلا توزن المعارضة بمواقفهم ولا بحضورهم مع النظام. حد دور المعارضة من الرأي العام والله من الصحافة يلا يقيس جيل المعارضة جديد، وذا الجيل اللي هو اللي مسيطر بس من المعارضة يلين يجي دور يعرف ان آراءه معارضة وانه ما هو مهادن ولا هو خاضع للأنظمة ولا هو معه. المعطى الثالث أيضا هو بكل أسف دور هذا النظام القمعي في كبت الحريات، بحيث ان الحوار السياسي في وسائل الإعلام اختفى، تم شراعه وتم السيطرة عليه. اليوم بأغلب وسائل الإعلام بكل أسف كانت فيها برامج حوارية لين تخرصوا آخر البرامج الحوارية 2019 بداياتها 2018 اختفت من الساحة الإعلامية، وهي المعارضة تظهر الناس لا من خلال الإعلام لأن هي ما عندها وسائل مادية تظهر بهم ولا عندها قدرة مادية، وبالتالي لين تلاحظوا على وسائل الإعلام خاصة الخاصة الرسمية قاعد ما متكلمين عنها بهاللي بط عن درجاج عمل في ذاك اللي يبغيه، غير البرامج الحوار السياسي تم السيطرة عليها عن طريق الإذاعة الموريتانية وعن طريق ميزانيتها، واشترات البثوث الوقت اللي ينبثوا فيه كانوا البرامج الحوارية، وعدتوا ما تجبروا إذا قلبتوا وسائل الإعلام يصعب أنك تجبر برامج حوار سياسي يقد يجيب المعارضة. المعطى الرابع أيضا هو واقع مؤسسة المعارضة، ولا أدل عليه أن هاي المؤسسة اليوم لا يتعدى المؤتمر الصحفي ما عندها إمكانيات تكري فندق، لا عندها إمكانيات تجيبكم القاع أكبر من هذا، هو أفضل اللي عنده، وبالتالي مؤسسة معارضة محاصرة أيضا من طرف النظام، وذا اللي تعيش بها لا النية والإرادة وتوف النهلها يختاروا يمشوا الحال بذا اللي موجود. وبالتالي أيضا واقع مؤسسة المعارضة يحتاج زاد هو لأن الدولة ترفع عنها الحصار وتديرها مع عدم الزيادات تعدل جميع المؤسسات والإمكانيات تشرك فيها أيضا مؤسسة المعارضة كانت قد تعدل دور حسب ظني. نعرج قليلا أيضا على موضوع الميزانية. الميزانية بكل اختصار فيها 3 عيوب هم اللي عندنا معاهم المشاكل كمعارضة. العيب الأول في الإعداد. أثناء إعداد هذه الخلطة الميزانيتهم الكبيرة يركزوا على 3 موارد، هاي 3 موارد أغلب الدول تتجنب زيادتها، زيادة الضرائب على المواطنين، لأن هي الضريبة مبلغ ينقبض من المشتري الأخير اللي هو المواطن، ويجمع التاجر الموزع ويعطيه للتاجر المورد ويعطيه ذاك للدولة، وبالتالي هي أغلب مواردها من زيادة الضرائب المباشرة. أغلب أيضا المورد الثاني هو زيادة الرسوم الجمركية. الرسم الجمركي أيضا هو رسم جاي من المواطن، وبالتالي كلما بغات الدولة تزيد مواردها بهذه الطريقة معناها أن سياستها فاشلة في الإعداد. البند الثالث بند خطير أخطر من ذا كامل هو الاستدانة على حساب الأجيال القادمة. هاي الميزانية أيضا فيها نسبة كبيرة من الديون اللي لا تخلص بعد 50 سنة، وفيها فترة إعفاء 7 سنين 8 سنين، معناها أيضا الخلطة اللي سلفوها ما هم مخلصين منها شيء لأنهم لا يوفوا في 2029. إذا هاي الموارد الثلاثة اللي مركزينهم عليها في زيادة المبالغ الخرافية اللي تؤول للفساد عن طريق الصفقات طارحة مشكلة. البند الثالث من الثاني من الميزانية اللي قد يعود خلل هو تنفيذ الميزانية. هاي الميزانية تزداد فيها كتلة ميزانية التسيير
ويزداد فيها رفع الحد الأعلى اللي يمكن عن طريق التراضي وعن طريق التفاهم المباشر. هاو الخلطة جاوا 2019 وجبروا الحد الأعلى للصفقات المباشرة والتفاهم المباشر والتراضي في ميزانية التسيير في حدود 10 ملايين. اليوم في أغلب القطاعات يناهز 400 مليون بمقرر معدله وزيرهم الأول اللي كان موجود. وبالتالي مد هي تصوروا مثلا وزارة ميزانيتها 16 مليار، إذا أنها كافي تعدل 21 صفقة لياك تقضي على الميزانية كاملة. وبالتالي سهلوا أيضا لياك تعود المحسوبية والزبونية هي اللي مسيطرة في تنفيذ الميزانية، قاموا سهلوا وسيلة الفساد. وسيلة الفساد في العالم هي التفاهم المباشر وصفقات التراضي. وبالتالي هذا خطير. عندهم أيضا مشكلة في توزيع قاع الموارد. هم اللي فاتوا حصلوا هذه تريليون و168 مليار، عاد توزيعها هم اللي فيه خلل. احنا هون كان اعطيناهم 3 أشهر ما قاعد ينشر سكانر لطب الانكولوجيا، بينما وزير الناطق باسم الحكومه يتبجح على الاعلام انهم معدلين مهرجان ترفيهي ب 16 مليار. هذا ايضا خلل في توزيع الموارد، طارح مشكله. 2018 اذكر الزملاء يذكروا 2019 و20 و21 و22 و23 جميع التعديلات يرفضوها بحجه عدم وجود الموارد. غير غريب انه من 2019 الى اليوم انتقلت الميزانيه من 531 مليار شور 1168 مليار، غير ما نزادوا استاذ ولا نقبضوا المساجد ولا ندعموا اهل الامراض المزمنه اللي تكلموا عنهم الزملاء. الجانب الثالث من الخلل في الميزانيه اللي احنا هم متخالفين عليه النتائج. ايضا مع صرف تريليون و168 مليار النتائج معي ملموسه. ما فيه بليده كانت فيها الفقر انتقلت اقتصاديا، ما فيه بطاله امتصت الناس ما زالت تتهاجر، ما فيه خدمات ملموسه مش من بريك مبنتر على قدروهات قطعا. يا غير انجبرت نتائج ملموسه في صناعه طبقات جديده من رجال الاعمال، وفي صناعه طبقات جديده من الاثرياء، وفي خلل كبير في توزيع الثروه. الثروه توزعها الدوله عن طريق الصفقات. الين قد راقب تسيير الميزانيه قبل سنه في شهر واحد اللي هو شهر نوفمبر جبرتها صرفتها 355 مليار، مشات منها نسبة تزيد على 60% شور مجموعة اقتصادية واحدة. هي اللي قبضت الكتلة المالية، لأنها عندها ما يزيد كان على 120 على ما أذكر منشأة في تعاقد مباشر مع الدولة. وهذا خطير لأنه يدل على أن الثروة موزعة توزيع ما هو صالح. بعجالة أيضا نمر على موضوع البرلمان. احنا كان عندنا برلمان سيء، وعاد عندنا برلمان أسوأ من السيء، لأنه على الأقل على سوء البرلمان في النسخة النيابة الماضية كان فيه مجال للتعديلات أنك تقدمها وتدافع عنها وسوقع ترتفع. اليوم التعديلات ممنوعة، ونختار نقول أن تراكم هذه 7 سنين بعد احنا الجيل الصغير من البرلمان، أنه كل سنة تقدم فيها ما يزيد على 30 تعديل في جميع مجالات الحياة مقدمتها جميع الفرق السياسية. الجانب الثاني من مضايقة البرلمان هو تقليل الوقت. انتقل جميع الوقت، ضيقوا هذا البرلمان الحالي بحوالي ردوا كامل أقل من 60% من الوقت اللي كان معتمد في جميع المجالات، سواء التدخل وسواء التعديلات وسواء الاقتراحات وسواء الأسئلة الشفوية. أيضا الأسئلة الشفوية انكترت لأنه نعطى حق الفيتو، اللي قالوا حق النقد نعطى للفريق الحاكم اللي هو فريق حزب الانصاف. وعاد بالتالي رئيس حزب الانصاف اللي يعود رئيس بفريقه اللي يعود ما يبغي سؤال يبرمج ما يبرمج، وهو قطعا ما يبغي اسئله محمد لمين ولا اسئله الرئيس يحيى ولا اسئله الساده النواب، لانهم ما هم ماشيين في مزاجه العادي. ايضا تم قتل ذا اللي ينقال له الحوار السياسي في البرلمان، لانه التلفزه البرلمانيه اغلقت، ماتت خارجه، بينما هي كانت تمثل ملجأ كبير في الحوارات السياسيه، وايضا كانت نسبة مشاهدتها عالية في السنوات الأخيرة من النيابة الماضية. اقتراح القوانين ممنوع علينا كنواب. أنا عندي 3 مقترحات قوانين هذه سنتهم الخامسة نجددهم، ما قد ينص القانون على انه في 48 ساعة يلا رئيس البرلمان يحولهم للحكومة، وانه الحكومة ما عندها ما هو 15 يوم لياك تديرهم في برمجة العمل التشريعي. ما قط اشتدت أخبارهم. فيهم قانون عن عزل الوظائف السياسية والفنية، وفيهم قانون عن حقوق المرأة، وفيهم قانون في القانون الجنائي الموريتاني موائمة المادة في القانون الجنائي الموريتاني محكمة الشريعة الإسلامية. إذا هم اللي مقتول دورنا كبرلمانيين في العمل. أيضا فم مشكلة تتعلق منع التحقيق البرلماني اللي قد خلقت منه لجنة لا كانت لباس بها انكتل مات لخارج.
حتى انه الفريق البرلماني فريق امل موريتانيا اللي انطرح تحقيق قالوا له ما عندنا باش نصيروا لاعمال اللجنه، وانا ما عندهم باش يعطوهم تواقي البيض، ما عندهم باش يعطوهم استيلوهات، ما عندهم باش يعطوهم يعادوا يتنقلوا من مدينه بموريتانيا شهر مدينه اخرى، بينما ميزانيه البرلمان تزيد على 5 مليارات من الاوقيه تمشي في الشيء الله اعلم به. القضيه عجيبه وغريبه. فالمحصله لنقول على ان هذه السنه التعديلات كانت تعديلات بناءه تشاركت فيها الفرق البرلمانيه، وكانوا هؤلاء النواب الفرادى اللي ما هم مسجلين الفريق عندهم فيه جزء. مهم عندي منه نقطتين نذكروها، وهي قضيه اعاده جذامين الموريتانيين اللي يموتوا في الخارج واهلهم عاجزين عن يردوهم ويبقوا فتره طويله في عندك الدول في الثلاجات، وايضا اعاده الجاليات عموما والطلاب خصوصا اللي يعودوا كانوا في دول تخلق فيها ازمات طارئه. تجربه سيئه كانت في اللي خلق في السودان وذا اللي خلق في اوكرانيا، وبالتالي كنا نتمنى من هذه المبالغ الزهيده يرقوا قلوب اخواننا في حزب الانصاف وتبعهم في الاغلبيه اللي يوافقوا عليها، ولكنهم بكل اسف مصرين على ان الغرفه البرلمانيه تبقى غرفه تسجيل غير مهمه وغير مؤثره، وحتى مع موضوعيه واحقيه التعديلات يبقوا مرفوضين. وهذا كان خلاصة وجهة نظري حول هذا الموضوع، وشاكركم والسلام عليكم.